الأمير عبد القادر باع الجزائر من أجل بندقية. كانوا يقولون أن الأمير المغرب باع سبتهم للية مقابل دراجة، لكن الله فضحهم على الإشهاد وأمام العالم لتصير فضيحتهم بجلاجل كما يقول إخوتنا في مصر. على قناة BBC العالمية تم الإعلان عن الحقيقة والتي ظلت مغيبة عن الشعب الجزائري، حيث تطرقت القناة لتصريحات المعارض والبرلماني الجزائري السابق نور الدين أيت حمودة ابن المجاهد العقيد عميروش أيت حمودة، والتي اعترف بها فيها أن الأمير عبد القادر باع الجزائر لفرنسا مقابل بضعة بنادق بدائية يستعملها في حمايته وحماية كرسيه وحماية أملاكه الشخصية. وصرح أيضا أن أبناء وأحفاد الأمير عبد القادر يتقاضون أموالا كبيرة من طرف فرنسا نظير الاتفاق الذي جمع والدهم الأمير الجزائري بالدولة الفرنسية. إذ ذكروا كل جزائري أنه ليس المغرب من باع سبتهم للية مقابل دراجة، بل أميرهم هو من باع الجزائر من أجل بندقية بدائية. وللتذكير فسقوط مدينة سبتة سنة 1415، أي 77 سنة قبل سقوط مدينة غرناطة التي سقطت سنة 1492، وسقوط مدينة مليلية 1497، أي 5 سنوات بعد سقوط غرناطة وسقوط الأندلس بالكامل، حيث أنذاك لم يكن هناك لا دراجة عادية ولا نارية ولا هم يحزنون.